صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده يا جماعه انا جايب الموبايل النقاشات فيه كترت قوي والاختلافات عليه كترت قوي، وهو اكيد الاونر 9 اكس بسبب ان الموبايل دوت نزل بنسختين، واحده في الصين وواحده جلوبال او عالميه. فالموضوع دوت خلى فيه شويه كلام وحبه مشاكل عليه بالنسبه لمنافسينه الباقيين. فمن غير ما نضيع وقت خلينا نعرف حقيقه الموبايل دوت، وهل هو وحش ولا كويس. لكن قبل ما نبدا الفيديو دوت برعايه محلات 3 براذرز، وديت محلات متخصصه في بيع الموبايلات وكمان في صيانه الموبايلات. وانا قبل كده صلحت موبايلي عندهم وكمان اشتريت موبايلات من عندهم، فهو مكان مضمون. يعني انا انصحكم انكم تروحوا تشتروا منه. كمان في عرض كويس انك لو رحت اشتريت موبايل وقلت انك جاي من طرف قناه جورج عماد هيعملوا لك خصم في الموبايل، فانت برضه هتبقى مستفيد. هتلاقوا كل التفاصيل تحت في الديسكربشن. اوكي، خلينا اول حاجه نبدا بيها هي التصميم. وتصميم الموبايل اللي معايا هنا هو اللون الاسود، فهو تصميم سيمبل جدا مفيهوش اي انعكاسات ضوء او اي حاجه. هو تصميم اسود للناس مثلا الكبيره او الناس اللي فعلا بتحب اللون الاسود. اظن ده هيبقى تصميم مناسب معاهم، وكمان عشان مفيش في الفئه ديت موبايلات كتير لونها اسود، معظم الموبايلات فيها انكسارات وبتاع، فاللون اللي معايا هو اللون الاسود. لكن انا بصراحه عجبني اللون التاني اكتر اللي هو اللون الازرق، بيدي انعكاسات كده وبيعمل حرف اكس، يعني شكله حلو جدا بصراحه. فلو انت بتحب التصميم السيمبل لكن في نفس الوقت في حبه فرقعه كده، انصحك تجيب اللون الازرق. الموبايل من ورا معمول من البلاستيك البوليكاربونات، فهو برضو بيتبصم كتير، لكن لو وقع منك مش هيتكسر بسرعه الازاز يعني، لكن هو بيبصم كتير جدا وبيتخربش اسرع من الازاز. احنا محتاجين نعمل كل حاجه سايلنت. وكالعاده البلاستيك او ازاز الاتنين بيبصموا والبصمات باينه جدا عشان الموبايل لونه اسود. ومن ورا كمان عندنا الفينجر برينت بتاعتنا اللي عادي بتفتح بسرعه طبيعيه، مش بتعلق كتير، ويعني عمليه جدا بصراحه. من تحت عندنا السماعات الخارجيه ومدخل السماعات، وكمان عندنا يو اس بي تايب سي. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في التصميم بصراحه ان الكاميرات مش بارزه قوي عن الجسم، يعني هي بارزه لكن بروز خفيف. اول ما بتحط الجراب بيروح، لكن هو بروز اقل بكتير من كل الموبايلات اللي في الفئه السعريه ديت او منافسينه اللي في الفئه السعريه ديت حاليا. التصميم بصراحه ما فيهوش كلام كتير، هو اذواق. لو انت بتحب اللون الاسود وانت حد كبير ويعني ما بتحبش الالوان كتير، اظن ان اللون الاسود ده هيبقى مناسب ليك. لكن لو انت حد مفرقع شويه ممكن التصميم ما يعجبكش قوي، او ممكن تروح للون الازرق، هو برده مفرقع لكن مش قوي. نيجي بقى لاكتر حاجه من رايي بتميز الموبايل دوت، وهي الشاشه الكامله اللي بنفتقدها من كل فتره لفتره. ما بنشوفش شاشات كامله كتير بصراحه. اكتر حاجه بصراحه عجباني في الموبايل هي الشاشه ديت، لان هي كامله ما فيهاش نوتشات، برده ليها برضو احساس وسنس كده جميل انك ماشي في الشارع معاك موبايل بشاشه كامله. الشاشه هنا فول اتش دي، بتيجي من نوع اي بي اس بكثافه بكسلات 391 بكسل في كل انش. ويعني لو انت بتحب الشاشات الصغيره الشاشه ديت مش هتبقى كويسه قوي بالنسبه لك، لكن لو انت بتحب الشاشات عموما فانت هتبقى منبهر بالشاشه ديت عشان هي شاشه كامله ما فيهاش بقى نوتشات. وبرضه الحواف بتاعتها قليله جدا، اذا كان اللي من تحت قليله جدا، من فوق غالبا مفيش حواف اصلا. بصراحه انا بالنسبه لي الوان الشاشه كويسه، ما قابلتش فيها مشاكل. وحتى لو فيها مشاكل بسيطه ممكن تكون في المنافسين احسن منها، فانا ان الشاشه الكامله ديت بتنسيني كل حاجه بصراحه اول ما اشوفها. الشاشه هنا كويسه، لو انت حد بيحب قوي الشاشه الكامله ممكن يكون ده السبب اللي يخليك تجيب الموبايل ده. وبالنسبه للسطوع بتاع الشاشه انا ما قابلتش فيه اي مشاكل. لكن للاسف الموبايل مش شاشه بس، الموبايل متكون من كذا حاجه اهمهم الاداء. وهنا حصلت مشكله في الاداء بسبب واحد. زي ما انتم عارفين مشكله الحظر بتاعه هواوي وامريكا، انا كنت عملت فيديو قبل كده عليها اتكلمت عنها، ممكن تشوفه هتلاقيه في الاي اللي فوق، ممكن تتفرج عليه وتفهم المشكله اكتر لو انت ما تعرفهاش. ما علينا، الموبايل ده اصلا كان نازل بمعالج كيرن 810، وده معالج كويس جدا من رايي. لكن بسبب الحظر المعمول على هواوي اللي شركه اونر تابعه ليها، البروسيسور دوت ما ينفعش ينزل معاه اندرويد. فعشان كده اونر اضطرت ان هي تحط في الموبايل دوت معالج الكيرن 710، وده معالج قديم قوي، يعني يعتبر قديم جدا بالنسبه للمعالجات كلها اللي بنشوفها دلوقتي معالجات جديده. فالمعالج الكيرن 710 موجود هنا هو معالج قديم. فهل ده معناه ان هو معالج وحش؟ مش عارف اقول لا او اه في نفس الوقت. يعني انا بصراحه اللي مبسوط منه ان الواجهه بتاعت اونر ما قابلتليش فيها مشاكل كتير، يعني احسن من كل مره كنت بمسك فيها موبايل اونر او واوي. انا مش من اكتر الناس اللي بتحب الواجهه بتاعت واوي او اونر اللي هي الام يو اي. لكن لما تيجي الالعاب مثلا، انا كنت جاي بلعب كول اوف ديوتي عادي على الموبايل دوت، بتحصل حاجات غريبه قوي. يعني مثلا اجي افتح اللعبه واجي اشوف الجرافيكس بتاعتها، الجرافيكس اعلى حاجه فيها هي ان هي تبقى لو والفريم ريت يبقى ميديوم. ازاي موبايل ب 4000 جنيه يبقى اعلى اعدادات في اللعبه بتاعت كول اوف ديوتي لو وفريمات ميديوم؟ يعني دي حاجه بصراحه بالنسبه لي مش مقبوله في الفئه السعريه ديت، لان انت ممكن تحط اضعاف كده في فئه سعريه او بموبايل بنص ثمن الموبايل دوت. طبعا المشكله ديت بقى لها وقت، فاتمنى يكون في سوفت وير ابديت، لان حتى اول ما جبت الموبايل عمال ادور على ابديتس موجوده، لاني مش متخيل اني ممكن يعني
موبايل ب 4000 جنيه يبقى كول اوف ديوتي اخرها فيها لو فريم ريت ميديوم، لكن اظن ان هيبقى فيه سوفت وير ابديت هيجي الموبايل يحسن الموضوع دوت، ويبقى يخلي اللعب تتلعب بالاعدادات الطبيعيه بتاعتها. طبعا بصراحه انا ما لعبتش عليه كتير، لان انا حتى يعني انا ماسك الموبايل بلعب كول اوف ديوتي على اعدادات لو وفريم ريت ميديوم، مش قابل الوضع بتاع اللعبه خالص، فما لعبتش عليه كتير. لكن هو اداء التصفح بتاعه عموما كان كويس، وزي ما قلت الام يو اي او الواجهه بتاعت اونر اتطورت شويه فبقت سلسه اكتر. برضو الموبايل بيجي ب 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت مساحه تخزين، وممكن هنا تضيف مساحه تخزين خارجيه بتوصل لغايه 512 جيجا بايت. مش عارف مين ممكن يحط ميموري كارد بالحجم دوت، لكن انت عندك المساحه هنا بتسمح انك تحط لغايه 512 جيجا بايت. ما اقدرش بصراحه اقول على الاداء بتاع الموبايل دوت مقبول في الفئه السعريه بتاعته، حتى يعني لغايه ما يوصل سوفت وير ابديت يحل المشاكل اللي فيه، وخصوصا عشان المنافسه ما بينه وبين الموبايلات اللي في نفس سعره او ارخص منه كمان، اظن هتبقى لصالح الموبايلات التانية مش لصالح الموبايل دوت. لو انت حد مهتم بالاداء قوي ما اظنش ان الموبايل دوت هو المناسب ليك. هو هيبقى موبايل عادي مش هتقابل فيه مشاكل كتير، لكن انت ممكن تاخد اداء احسن بكتير بسعر اقل او بنفس السعر. دلوقتي خلينا نتكلم عن حاجه اللي بعدها، وهي الكاميرات. طيب خلينا نتكلم عن الكاميرات شويه. عندنا في ظهر الموبايل هنا 3 كاميرات مش 4 زي ما بنشوف في معظم الفئه السعريه، لكن الكاميرا الرابعه على طول بتبقى الكاميرا الماكرو، فما بيبقاش ليها لازمه. عندنا هنا اول كاميرا 48 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الرئيسيه بتيجي بفتحه عدسه اف 1.8، والتانيه الكاميرا الوايد وديت بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، والتالت دوت السنسور بتاع الدبس او بتاع العزل ودوت بيجي 2 ميجا بكسل. على الورق الكاميرا ديت ممكن تطلع لك صور محترمه جدا، لكن لما جيت جربتها بصراحه بكل امانه الكاميرا مش عجباني. الكاميرا ممكن في الاضاءه الطبيعيه والاضاءه القويه بتطلع صور نوعا ما كويسه، لكن دي حاجه طبيعيه في كل موبايل، لما يكون في اضاءه الشمس بيطلع صور كويسه جدا. لكن حتى هنا لما نيجي نعمل زوم شويه تحس ان مفيش كواليتي في الصوره ديت. ما اظنش ان هي صوره 48 ميجا بكسل خالص، الصوره بتبكسل من اقل زوم انت ممكن تعمله. غير كده ان الصوره تحس ان فيها شاربنس زياده، فيها حده للصوره زياده، يعني الصوره مش باينه طبيعيه قوي بصراحه. بالنسبه برضو للكاميرا الوايد انا حسيت ان فيها بكسله رهيبه وصوره ما فيهاش كواليتي خالص. يعني بصوا احنا عملنا زوم قليل قوي وريدي الصوره بدات تبقى مبكسله، مفيش كواليتي في الصوره، مفيش دقه في الصوره. يعني مع اني معظم الكاميرات التانية في الفئه السعريه ديت واقل كمان بتبقى 8 ميجا بكسل، وبرضه بيبقى فيه شويه تفاصيل اكتر من كده. خلينا نقول ان وضع البورتريت في الكاميرا الخلفيه ما كانش فيه مشاكل كتير، لكن في الكاميرا الخلفيه بس، وركزوا على النقطه ديت. وحتى كمان بصراحه في الكاميرا الخلفيه مش بيشتغل بشكل ممتاز. لو انتوا واخدين بالكم في حتت من التيشيرت اصلا متاكله، وحته من ايدي، وحته من القطع السوداء الموجوده في التيشيرت دي اصلا معمول عليها بلير، مع ان هي حته من جسمي عادي يعني. لما نيجي لوضع النايت مود هظن هو بيدي كونتراست اكتر للصوره. يعني دي صوره من غير نايت مود ودي صوره بالنايت مود، اكيد اخدين بالكم من ظل الكوبايه في الصوره اللي على اليمين باين اكتر عشان شغلت النايت مود، والنايت مود بيشتغل بطريقه يعني خلينا نقول هي كويسه. بالنسبه للكاميرا الاماميه فاحنا هنا عندنا كاميرا اماميه في موتور مخصوص ليها، كاميرا بوب اب بتطلع من الجهاز، وديت ميزه كويسه جدا لشكل الموبايل. لكن الكاميرا برضو ما كانتش عجباني قوي، ما كنتش راضي عنها جدا. برضو فيها حته اللي هي تعمل شارب زياده للصوره، فبتطلع صوره مش طبيعيه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. حتى العزل في الكاميرا الاماميه بصراحه ما كانش مرضي خالص بالنسبه لي. يعني في الصوره ديت اكل ودني واكل حته من التيشيرت، فبصراحه العزل ما كانش احلى حاجه. لما نيجي لتصوير الفيديو فتصوير الفيديو هنا مش بيدعم برضو ال 4K، ودي حاجة غريبة جدا لأن في موبايلات بأقل منه بالسعر وبتدعم برضو ال 4K، فدي كانت حاجة غريبة شوية. فمن الآخر يعني بصراحة لو أنت بتحب تصوير الفيديو وتصوير الصور عموما ما أظنش إن ده ممكن يبقى أحسن موبايل ليك، لأن في اختيارات تاني بسعر قريب منه وسعر أقل كمان. فبصراحة ده كان رأيي في الكاميرا. اخر حاجه حابب اتكلم عليها هي البطاريه في الموبايل دوت. البطاريه هنا 4000 ملي امبير، وللاسف برضو مش بتيجي بشحن سريع، وديت حاجه غريبه شويه. لكن بصراحه البطاريه يعني في المده القليله اللي هنستخدم فيها الموبايل دوت ما بتنيش فيها مشاكل. البطاريه بتقعد معايا اليوم كامل، ممكن كمان لو انت استخدامك خفيف شويه تقعد معاك اكتر، يعني يوم وربع يوم ونص. لكن حتى لو انت استخدامك تقيل البطاريه ممكن تكمل معاك اليوم كله مفيش مشاكل. طيب يا سيدي كل دوت بتاخده بكام؟ الموبايل سعره الرسمي 4333 جنيه للنسخه ال 6 جيجا بايت رام 128، وبصراحه دوت كان سعر فوق المتوقع شويه. اظن ان الموبايل دوت معمول لناس معينه وقليله شويه، اللي هي الناس اللي محتاجه قوي لشاشه الكاميرا ونفسها في موبايل ببواب كاميرا. لكن لو انت جيت للكاميرات والاداء والحاجات اللي بتخلي الموبايل عملي اكتر
اظن ان دوت مش اكتر موبايل بيقدم قيمه ومقابل سعر في الحته دي. وبس كده، ده كان رايي. احب اعرف ارائكم انتوا كمان في الكومنتات. منتظر جدا اشوف مصير هواوي ومصير اونر رايح لفين، عشان اظن هما شركات كبيره قوي في السوق، فمش هيسيبوا السوق بسهوله، واظن هما لازم ينزلوا بحاجات منافسه جدا عشان ينافسوا في السوق، وكل دوت بصراحه بيصب في مصلحتنا احنا كمستخدمين. بس دي كانت كل حاجه للفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، تعمل كمان كومنت وتتكلم معايا ونشوف اراء بعض. نتكلم تحت في الكومنتات، يعني عادي انزل اعمل كومنت نرد على بعض نتكلم مع بعض. ولو الفيديو عجبك ما تنساش توريه لاصحابك بانك تعمل شير للفيديو. بس يا جماعه دي كانت كل حاجه. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.